اول حاجه عايز اقولها لحضراتكم ان احنا زي ما اتفقنا احنا بناخد من اي قائمه ما يتعلق بحلقه النهارده. فبالنسبه للجزء اللي انا بعمل عليه تظليل ده، اللي هم اول 3 قوائم جوه قائمه داتا، دول عشان خاطر تبقى الدنيا واضحه معانا، دول مش هنقدر نتكلم عنهم النهارده. ليه مش هنتكلم عنهم النهارده؟ اولا ما يتعلقوش بالموضوع بتاعنا، ثانيا موضوعاتهم بعيده شويه عن المستوى اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي، لان دول بيعتمدوا يعني من اسماء الحاجه هنقول كده من باب العلم بالشيء زي ما بيقولوا، ومش هنتكلم في تفاصيل خالص. اول حاجه هنا مثلا هو بيقول لك ان ده ازاي تقدر تجيب ملف انت كنت شغال عليه في برنامج الاكسس وتستغل الداتا اللي فيه في برنامج الاكسل، او انك تجيب حاجه من على صفحه ويب او من على الانترنت يعني وتعمل لها امبورت جوه برنامج الاكسل وتبتدي تشتغل على الداتا اللي فيها. وده فروم تكست فايل، لو انت عندك تكست فايل على الجهاز وحابب ان انت تاخد من عليه داتا وتحطها على الاكسل وتشتغل عليها. او هنا فروم اذر سورس لو عندك اي مصدر اخر غير الثلاثه دول. ففي الاخر يعني عايزين نعرف ان الغرض من القائمه دي ان انت تجيب داتا من اي ملف يخص برنامج اخر وتبتدي تعمل له امبورت في الاكسل وتشتغل عليه. والقائمه هنا مثلا على سبيل المثال بتاعه الفلاش دي بتمكنك من لو ان انت عملت ابديت على الملف ذات نفسه، يعني انت رحت على ملف الاكسس اللي انت خدته واشتغلت عليه في الاكسل، رحت بقى على الملف الرئيسي بتاع الاكسس وعدلت فيه بعض البيانات، تتعدل اوتوماتيكلي في الشيت بتاع الاكسل هنا، لان ده خلاص بقى قاري من الشيت الاكسترنال اللي انت جايبه. فدي مرحله برضو يعني متقدمه شويه، في شويه وظائف كده في الاكسل هتلاقوني بتجنبها، دي هنلمها كلها بعدين في الاخر ونتكلم عنها في كورس منفصل. بس خلونا دلوقتي ناخد اكتر الحاجات العمليه اللي هنقدر نستخدمها بشكل يومي في حياتنا العمليه وهتفرق معانا في برنامج الاكسل. فدلوقتي احنا هنرجع لموضوعنا ونبدا من اول الوظيفه الخاصه بسورت. يبقى احنا هنا هنيجي على اول تاب بعديها واللي اسمها سورت اند فلتر. لو حد كان مركز وكان متفرج على الحلقات اللي فاتت هيقول لي ما احنا اتكلمنا عن الموضوع ده قبل كده. وتعالوا نفتكر اتكلمنا عنه فين، في قائمة هوم. انا دلوقتي هروح على قائمة هوم وهفكركم. فاكرين المكان ده؟ اهو كان مكتوب فيه هنا سورت اند فلتر، وفتحنا المكان ده واشتغلنا عليه في الحلقة التانية وقلنا نقدر نعمل سورت ازاي وكل الكلام ده. ولكن في الإعادة إفادة ومفيش مشكلة إن إحنا نعمل ريفيجن سريع على الجزئية بتاعة السورت، وخاصة لأن في جزئية معينة أنا ما عملتلهاش كفرنج معاكم أو ما اتكلمناش فيها، وحابب أقولها برضو، هي حتة أدفانسد في حتة إن أنت إزاي تعمل سورتنج للداتا. فخلونا نبدأ مع بعض مثال بسيط زي اللي موجود قدامنا على السكرين. عندنا شيت زي ده موجود فيه شوية أسماء للموظفين، وزي ما انتم شايفين اسماء الموظفين هنا عندنا مش مترتبه. بمعنى ايه؟ يعني حسام مكتوب الاول بعد كده احمد. فلو انا عايز ارتبهم ابجديا هعمل الكلام ده ازاي؟ بمنتهى البساطه هاجي اروح واقف هنا ادي شيت الاكسل، يعني الجدول اللي انا عايز اعمل عليه سورت، واروح على سورت. هيبتدي يفتح لي التاب اللي انتوا شايفينها دي. خلوني انا كنت شغال على الشيت قبل كده فعشان كده الكلام ده ظاهر. اول ما التاب هتظهر معاكم هتظهر بالشكل اللي قدامكم ده. الشكل ده عايز ايه بالظبط؟ اول حاجه هنا بيقول لك اد ليفل. يعني ايه اد ليفل؟ يعني انت عايز ترتب الناس اللي في الجدول دي وفقا لاول معيار حضرتك عايز ترتب على اساسه الموضوع اللي في الجدول ده. تفتح من هنا من الدروب داون منيو دي بيقول لك سورت باي، تفتح كده تلاقي في ليست بتختار منها. وهعلمكم النهارده في موضوع الحلقه ده يعني في تاب معينه هنشتغل عليها دلوقتي مع بعض تعلمك ازاي تعمل دروب داون منيو زي دي جوه الاكسل. فده هنتعلمه مع بعض النهارده ولكن لسه في تاب جاي. فخلونا دلوقتي بيقول لك عايز تعمل صورة عن طريق ايه؟ مسلسل ولا اسم الموظف؟ لا يا عم احنا عايزين نرتب باسم الموظف بالترتيب الابجدي. طيب انت كده عايز ترتب اكوردنج للفاليو ولا للسيل كلر؟ لا يا عم اكوردنج للفاليو، انا عايز الفاليوز اللي انا كاتبها نرتب على اساسها. طب عايزهم بانهي اوردر؟ من A to Z ولا العكس؟ يعني ابجديا من الالف الى الياء ولا العكس؟ لا يا عم خليهم من الالف الى الياء. تعالوا نرجع للزوم اللي ورا ده كده، واول ما هدوس اوكي عايزين نركز مع الاسماء هنا نشوف ايه اللي هيحصل فيها. ادي اوكي. ايه اللي حصل؟ احمد جه في الاول وبعديه احمد برضه واحمد سمير وحسام، وفضلنا نازلين لغايه حرف الياء يسرى. فاحنا كده رتبنا الداتا من ابجديا من الالف الى الياء. ولكن انا متعمد ان انا احط اتنين اسمهم احمد سعد عندنا هنا. ليه؟ لان دلوقتي لو انت عندك في اتنين اسمهم احمد سعد، اشمعنى ده يجي الاول وده يجي التاني؟ ما انت عايز معيار ترتب على اساسه مين فيهم يظهر الاول.
وده اللي هيخلينا نروح تاني نفتح قائمة سورت ونشوف مع بعض نقدر نعمل الكلام ده ازاي. فاحنا دلوقتي عندنا هنا مثلا ممكن نختار معيار المستهدف ونرتب على اساسه. يعني اللي واخد مستهدف اكبر هو اللي يبقى موجود الاول. فاحنا هنا المفروض لو هنختار المعيار ده يبقى لما يجي يرتب الناس دي ابجديا ويلاقي احمد سعد ده متكرر مرتين، يبقى يحط احمد سعد اللي هو جنبه رقم 6 ده قبل احمد سعد اللي جنبه رقم 5، لان الراجل ده واخد مستهدف 7400 وده واخد مستهدف 6700، يبقى اللي واخد اكبر يبقى الاول. تعالوا نترجم الكلام ده بقى نقدر نعمله ازاي. هنيجي نقف هنا ونقول له انا عايز اد ليفل، انت عملت لي ترتيب ولكن لسه الموضوع مش عاجبني وعايز ازود ترتيب تاني. فهتفتح هنا يقول لك طب انت رتبت باسم الموظف، عايز ترتب بايه تاني؟ اختار له المستهدف، اقول له لا انا عايزك بعد كده بقى لو تشابهوا ترتب لي بالمستهدف. طيب من الكبير للصغير ولا من الصغير للكبير؟ احنا قلنا عايزين اللي واخد تارجت اكبر يظهر الاول، يبقى من لارج تو سمول. وهنرجع باك عشان نشوف مع بعض اللي هيحصل وندوس اوكي. ايه اللي حصل؟ احمد سعد اللي جنبه 6 طلع فوق اهو، تمام كده، واخد المستهدف الكبير وفقا للكرايتيريا اللي احنا اتكلمنا على اساسها. طيب بعد كده ممكن لو احنا هنا كان احمد سعد ده وده واخدين نفس المستهدف، يعني لو انا عملت دي 7400 كده الاتنين متطبق عليهم نفس المعيار، عايز اضيف معيار تاني اقدر اقعد اضيف في ليفلز براحتي. هخش برضه زوم هنا واقول له مثلا على سبيل المثال عايز اد ليفل، اقف هنا كده. ليه انا وقفت هنا؟ عشان لما اعمل اد يضيف اد بعدها. طيب ليه انا بعمل كده؟ هدلل تاني عشان عايز اوريكم حاجه معينه. لو انا كنت عامل هنا التظليل ده على اول واحده وعملت اد ليفل، عمل اد ليفل فين؟ هنا. فهو كده هيرتب وفقا لاسم الموظف وبعد كده يجري يشوف المعيار الجديد اللي احنا هنحطه، وانا مش عايز كده. انا عايز تاني معيار يبقى المستهدف تشابهه في المستهدف نخش على المعيار الثالث. طيب هل لازم ادلت ده واعملهم الاول؟ لا، السهمين دول اقدر اتحكم فيهم، لو دوست عليه لتحت كده نزل لتحت زي ما انتم شايفين، بقى هو ده المعيار الثالث. طيب هفتح، انا عايز مثلا وفقا لنسبه تحقيق المستهدف، لو تساووا بقى في الحاجتين اللي فوق دول، لا اديني يا عم نسبه تحقيق المستهدف من الكبير للصغير ورتبهم لي، يبقى انا كده هبقى ايه مطمن والدنيا معايا تمام. طب نرجع باك ونبص على الجدول قبل ما ندوس اوكي. هو مين فيهم اللي واخد نسبه تحقيق مستهدف اكبر؟ ابو 61 ده، فهو كده مكانه سليم. طب تعالوا عشان نطمن ان هي هتطبق قدامكم نقلبها من الصغير للكبير. يبقى كده المفروض ايه اللي يحصل؟ اللي تحت ده هو اللي يطلع فوق، لان انا عايز اللي حقق نسبه مستهدف اقل هو اللي يبقى فوق. تعالوا ندوس اوكي. ايه اللي حصل؟ طلع معانا فوق. دي الحته اللي احنا ما غطيناهاش مع بعض لما كنا بنشرح الفلتر في الحته بتاعت السورتنج اند فلتر. فكده انت تقدر تعمل سورت للجدول بتاعك باكتر من كرايتيريا. طب الكلام ده يختلف ايه عن الحته بتاعت الفلتر؟ هنشوف دلوقتي مع بعض. انا لو واقف هنا كده وعملت فلتر، يعني ايه عملت فلتر؟ يعني انا دوست على اداه فلتر دي، اعرف منين ان الفلتر اتعمل. اخش زوم كده الاقي الاسهم الصغيره اللي انتم شايفينها ظهرت معايا هنا دي. الاسهم الصغيره دي بتعمل ايه؟ لو انا فتحتها كده هتلاقيه مديك اوبشنز بيقول لك تسورت من سمول للارجست، تقدر ترتب الحاجات دي من الصغير للكبير، او تعمل لهم سورتنج باي كولر، او انك تسورت كاستم سورت. دي هتفتح لنا نفس الويندو اللي احنا كنا شغالين عليها. يعني لو دوست هنا كده ادي نفس الويندو اللي كنا بنشتغل عليها. وزي ما انا متفق مع حضراتكم اي حاجه في الاكسل اللي بينفع تتعمل من اكتر من مكان وباكتر من طريقه. فهتلاقي الويندو دي قدرنا نفتحها من مكان من هنا، وقدرنا نفتحها من جوه الفلتر. وفي حاجات هبتدي اشرحها مع حضراتكم لو حد يعني شاطر شويه في الاكسل هيقعد يقول لي طب وانت ليه اصلا بتعملها كده؟ ده احنا ممكن نعملها بمعادله تبقى اسهل من اللي انت بتعمله ده. انا عارف، ولكن لغايه دلوقتي احنا ما اتكلمناش عن المعادلات، فهتلاقوني ماشي كاننا ما نعرفش اي حاجه عن المعادلات. هنشتغل كله عن طريق الوظائف اللي قدامنا. لما نوصل للمعادلات بقى نبتدي نشتغل ونتعلمها مع بعض ونقول انهي الاسهل وانهي الاصعب. طيب كده احنا خلصنا مع بعض الجزئيه بتاعه السورت ودخلنا على الفلتر وعملنا الفلتر اللي قدامنا ده. هنا من الفلتر ممكن افتح واعمل سورت من زد تو ايه مثلا، يعني هرتبهم لي ابجدين بس مش شقلوب. فلو دوست كده طلع لي يسرى اول واحده واحمد اخر واحد. ارجع تاني اعمل كده واقول من اي تو زد، يرجع تاني يرجعهم لي زي ما كانوا. افتح دي واقول له انا عايز مثلا من اكبر واحد واخد مستهدف لاقل واحد، يروح جايب لي اكبر واحد واخد مستهدف فوق اللي هو ممدوح فرج مثلا، ده اللي واخد اكبر مستهدف، واقل واحد حسام عادل.
ده يفرق ايه عن موضوع السورت؟ السورت احنا كنا بنقدر نخليه يطبق كرايتيريا معينه، ولو تساووا خش على بعضه، لو تساووا خش على بعضه. انما المره دي انت لما بتعمل فلتر بيلغي التاني. يعني انا هنا لو رتبتهم ابجديا، لو جيت اختار يترتبوا وفقا للمستهدف هيرتب وفقا للمستهدف بالكامل، ملوش علاقه بقى بفكره الترتيب ده او ان هو يحافظ عليه، لا، متساويين مش متساويين اهو نزل الاثنين احمد سعد تحت ما فرقش معاه حاجه. تمام. فدي الجزئيه الفرق ما بين السورت والفلتر. والفلتر طبعا ممكن ان انت تعمل فيه اكتر من حاجه، عايز تختار فاليو معينه، يعني انت عندك شيت فيه اكتر من 1000 كولوم رو قصدي، فعندك داتا كتير تقدر تسلكت من هنا اللي انت عايزه عشان هو بس اللي يظهر، فبتشيل السلكت اول دي وتنقي بايدك بقى، تقعد تقول مثلا انا عايز اللي جايب 3000 واللي جايب 6800 بس هم اللي يظهروا، وادوس اوكي، ارجع باك الاقي هم دول بس اللي ظهروا، بقيه الجدول كله اختفى. تمام. طيب عايز الغي الفلتر اللي انا عامله ده. يعني ايه عايز الغي الفلتر؟ يعني على سبيل المثال ان انا دلوقتي عندي ايه؟ عندي الاثنين دول بس اللي ظاهرين، لا انا عايز الجدول كله يرجع زي ما كان. اقدر ان افتح من هنا واعمل كلير فلتر، وزي ما احنا متفقين ممكن اعمل منين تاني، موجوده عندي فوق اهي كلير، قام فاتح لي الجدول كله تاني. كويس. طيب ادفانسد نفس القصه، هنلاقي فيها بعض الحاجات المتعلقه بالرينج بتاع الجدول وازاي تحط كرايتيريا، نفس الفكره اللي احنا بنتكلم فيها. كده ان هنكون خلصنا السورت والفلتر، وخدنا الحاجات العمليه اللي نقدر نشتغل بيها يوميا في برنامج الاكسل في التعامل مع الجداول، سواء عايز اعمل اي ترتيب باي شكل كان، يا اما وفقا لاكتر من كرايتيريا او كرايتيريا واحده اقدر اعملها من الفلتر هنا بمنتهى السهوله. تمام. طيب ندخل مع بعض دلوقتي على تاني اداه معانا، واللي هي موجوده فوق والمعروفه باسم تكست تو كولوم. يبقى احنا كده خلصنا سورت اند فلتر وداخلين على الجروب الجديد اللي هو بتاع الداتا تولز. هناخد اول اداه معانا التكست تو كولوم. هنعمل ايه في التكست تو كولوم دي؟ تعالوا نشوف مع بعض. تكست تو كولوم دي على سبيل المثال الجدول اللي انا عامل له تحضير لحضراتكم اللي موجود قدامنا على السكرين. ساعات بيبقى عندنا في حياتنا العملية عندك شيت معين موجود فيه أسامي الموظفين بالشكل ده، موجود فيه كود معين، موجود فيه أي حاجة وأنت حابب تعمل فصل ما بين الحاجات اللي موجودة. يعني أنا عندي أسامي الموظفين ظاهرة بالشكل ده، أحمد حامد، أحمد أحمد سعد، أحمد سمير. لا أنا عايز أفصل اسم الموظف لوحده واسم الأب لوحده. هاخدهم ادخلهم على داتابيز خاصه بالبنك، فمحتاج ده في حته لوحده ده في حته لوحده، او الموضوع مش موضوع اسم اصلا، موضوع كود معين عندك في الشركه او اي حاجه. فانا هعرفك الاداه بتستخدم ازاي وانت طبقها طبعا زي ما انت عايز على اي حاجه تانية. لو انا عندي الاسماء دي وحابب افصل اسم الموظف هنا واسم الاب الناحيه دي، اعمل الكلام ده ازاي؟ عملت سيلكت على الجزء اللي انا عايز اعمله واروح رايح على كولوم تو تكست، او تكست قصدي تو كولوم، هدوس عليها كده هيظهر معايا التاب اللي احنا شايفينها دي. كل اللي مطلوب من حضرتك انك هتدوس نيكست. هيجي هنا حاجه مهمه، المقصود من الشاشه دي من الاخر عشان ما تتعبوش حضراتكم نفسكم يعني وانتوا شغالين، اللي مطلوب هنا ايه؟ انا بحاول اخليكم تبقوا شايفين معايا زومنج كده اهو. هو هنا بيقول لك ايه؟ انا اقدر افصل واعرف منين انت عايز ان انا اقطع الكلام من اول انهي حته، وفقا للتاب. انت واخد عامل تاب ما بين كل اسم والتاني او كلمه والتانيه اللي انت كاتبهم، ولا عامل سيمي كولن، ولا عامل كوما، ولا عامل سبيس. طبعا احنا واحنا بنكتب الاسماء بنبقى عاملين سبيس، فانا المفروض ما بين احمد وكلمه حامد انا عامل هنا سبيس، فاقول له لا يا عم انا عايزك تعملها لي وفقا للسبيس، انا مش دايس اي تاب ولا عامل اي حاجه. اول ما اخترت له سبيس شفتوا ايه اللي ظهر هنا؟ عمل لي خط كده، قال لي انا فهمتك انت عايز نفصل من اول هنا. ايوه يا عم تمام. لو انت كان عندك كود في الشركه والكود ده انت عامل كوما وبعديه مثلا رقم المخزن او رقم حاجه، براحتك شوف الحاجه اللي انت عامل بيها سيبريشن او عامل بيها فصل ما بين الجزء اللي انت عايز تفصله والجزء اللي بعديه وتختار. لو كانت كوما اختار له كوما، لو كانت حاجه تاني دوس له اذر وقول له انت عاملها ايه بالظبط. يعني اختار هنا كده اذر واكتب له في المكان ده ايه اللي انت عامل بيه فرق ما بين الكلمه اللي عايز تفصلها عن الثانيه. فلغايه كده احنا عملنا خلاص سيبريشن، هندوس نيكست. هيقول لي خلاص يا عم انت كده تمام. طيب السيل اللي انا هفصلها لك دي انت عايز تكون جنرال ولا تكست ولا ديت؟ خلينا زي ما هي خالص جنرال، مش محتاجين نعدلها. طبعا احنا خدنا مع بعض في الحلقه عرفنا يعني ايه جنرال وتكست وديت، قلنا انت بتتحكم في الفيتشر بتاع
السيل ذات نفسها تكون بتحتوي على انهي داتا، واللي مش فاكر يرجع يتفرج على الحلقه الثانيه. كده احنا خلصنا، نرجع باك عشان نتفرج مع بعض نشوف ايه اللي هيحصل، ونجيب المنيو دي الناحيه دي كده وندوس فينش وندوس له اوكي. هنلاقي ادي الاسم بقى موجود لوحده، وادي اسم الاب بقى موجود لوحده. فكده انت عملت فصل لكلمه اسم الموظف بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، كل واحد بقى اسمه الناحيه دي واسم الاب الناحيه دي. تقدر تطبق الكلام ده زي ما اتفقنا على اي حاجه تعجبك، كود، حاجه معينه في تقرير شهري بتشتغل عليه، انا بس بعرفكم الاداه وانتوا خضعوها بقى بالشكل اللي انتوا محتاجينه في حياتكم العمليه. طيب كده احنا بمثال بسيط قدرنا نخلص التاب دي. تعالوا نخش نشوف هنخلص ايه تاني مع بعض. تالت حاجه معانا الفلاش فيل. يعني ايه فلاش فيل؟ تعالوا نشوف مع بعض. لو في مثال زي اللي انا مطلعه قدامكم ده، عندنا مجموعه من الموظفين، وكل موظف طبعا في شركه، في بنك، في اي حته بيبقى له رقم موظف او الكود بتاعه لما دخل الشركه. هنفترض ان مجموعه الموظفين دي احنا نقيناهم من وسط الداتابيز بتاعه الشركه اللي شغالين فيها، وطلعت المجموعه دي شغاله في قسم الحسابات. وفي سيستم جديد بيتطبق على سبيل المثال في اي ريبورت حابب اعمله وعايز اعدل ارقام الموظفين اخليها ليها الكود بتاع قسم الحسابات، وعلى سبيل المثال كود قسم الحسابات ده مثلا 02. فهاجي هنا واروح كاتب 02/2563 وادوس انتر. طب احنا هنا على سبيل المثال جايبين حوالي 10 اسماء بس من الموظفين، انما عاده ممكن يكون عندك مثلا 1000 موظف عايز تضمهم كلهم في قسم معين، او شغالين في مخزن معين او في مصنع. طب هتعمل ايه في حاجه زي كده؟ هتقعد تكتب مانيوالي الرقم بتاع الموظف وتعمل سلاش وتعمل اديت على الرقم، او في اي حاجه عندك حابب تعمل عليها اديت وهطبق عليها نفس الحاجه؟ ليه تقعد تكتب كل مره 02 سلاش وتحط نفس الرقم؟ طب اعمل ايه؟ دي الميزه اللي في برنامج الاكسل. برنامج الاكسل زي ما اتفقنا برنامج ذكي جدا، وتحس ان هو بيكلمك كده وانت بتشتغل معاه. فبصوا انا هعمل ايه دلوقتي. لو انا جيت اكتب هنا 02، بصوا ايه اللي عمال يظهر قدامي. تعالوا نخش زوم كده. بصوا الراجل قام مطلع لي ايه؟ بيقول لي ايه ده، هو انت قصدك ان انت عايز تطبق نفس الكلام ده على الحاجات اللي جايه دي؟ يعني انت عايز تعمل 02 سلاش لكل اللي جاي ده؟ سهل عليا الدنيا خالص. لو قلت له اوكي وقمت دايس انتر قبل ما اكمل كتابه، عمل ايه؟ الراجل لوحده مشكورا قام مطبق لي كل اللي انا عايز اعمله من غير ما اعمل اي حاجه. وهي دي وظيفه الفلاش فيل. يعني احنا كده خلاص عملنا الفلاش فيل اوتوماتيكلي، مش لازم ادوس فوق. طب لو حابب ان انا ادوس فوق، لو انت كنت كاتب الرقمين دول على سبيل المثال بالشكل ده ودوست على الفلاش فيل، نزل لك على السيل التالتة نفس الكلام. طب عملنا سيلكشن على الجزء ده كله ورحت على فلاش فيل ودوست، قام عامل ايه؟ منزل لي كل الارقام بالشكل ده. برضو انا بوضح لحضرتك مثال ازاي تقدر تعمل اديت على اي كولوم موجود وانت عايز تعمل عليه فيكسد اديت، هتضيف حاجه معينه على كل الكولوم ده. تعملها ازاي باسرع طريقه؟ بالفلاش فيل. تكتب اللي انت عايز تعمله وهتلاقي الاكسل لوحده بيعرض عليك خدماته. ما عرضش عليك خدماته هتروح مسلكت زي ما انا عملت كده، يعني دول اهم مش موجودين وانا كتبت دول وما طلعليش فلاش فيل اوتوماتيكلي. خلاص هروح اعمل سيلكت كده. طالما انا عملت له اول تو سيل وفهمته انا عايز اعمل ايه، اعملها له مرتين، لازم مرتين هنا وهنا. خلصت المرتين خلاص اطلع على فلاش فيل ودوس، هو اوتوماتيكلي هيفهم ويطبق لك اللي انت عايز تعمل له اديت. تمام؟ طيب كده نبقى خلصنا مع بعض برضو ايه هي الفلاش فيل. هنخش على حاجه اسمها ريموف دبليكيت، ودي كلنا بنحتاج نستخدمها تقريبا. عاده الاقي الناس تقول لي انا عندي شيتس وعايز اعرف اذا كان في عندي فيها حاجه دبليكيتد ولا لا. انا كنت مدخل اسامي العملاء وتقريبا دخلت اسم العميل مرتين، او كنت بعمل بيانات معينه وتقريبا انا شاكك ان فيها دبليكيشن. اقدر ازاي اتشيك على الكلام ده؟ ممكن يكون عندك زي ما اتفقنا مش مجرد 10 حاجات زي دول، لا ده انت عندك الاف من الداتا تحت بعض. هتقعد بقى تتشيك مانيوال وتقعد تنزل بعينيك على واحده واحده، يبقى مش هنخلص ولا السنه الجايه، وفي الاخر مش هتطلع اكيوريت او دقيقه. طب اعمل الكلام ده ازاي؟ خلينا نشوف مع بعض.
مثال بسيط خالص وما رضيتش ان انا اضخمه، يعني انا برضو دخلت على اليوتيوب وعملت سيرش فلقيت في ناس بتشرح بشكل معين، ولكن حاولت ان انا اجيب لكم مثال مبسط لان لقيت في ناس بتعمل امثله ضخمه جدا، يعني يجيب بالانس شيت مثلا او يجيب شيت فعلا من مخزن وتلاقي الداتا موجوده كتير قوي بعرض الشيت وبيطبق عليها، فيعني حسيت هيبقى فيها توهان. انا اوصل لكم الفكره من خلال التو كولومز دول، وحضراتكم كل واحد وشطارته في التعامل بعد كده مع الداتا بتاعته العمليه اللي بيتعرض لها خلال الشغل. طيب انا دلوقتي عندي جدول هل يكن فيه المعيارين دول، اسم الموظف ورقم الموظف. نتفق على حاجه، لو اسم الموظف ده احمد حامد وده احمد حامد يبقى انا عندي كده في دوبليكيشن في اسم الموظف. انما لو انا رحت على رقم الموظف ولقيت ده رقمه 2563 وده رقم 1658 يبقى مليون في المية الموظف ده مش هو الموظف ده، يبقى انا ما عنديش دوبليكيشن. فاهمين قصدي ايه؟ كده يبقى ده واحد اسمه احمد حامد متشابه في الاسم مع احمد حامد التاني بس مش نفس الشخص. تمام؟ يبقى لو انا عايز اعمل ريموف دوبليكيت اكوردنج ان دول اتنين ايدنتيكال متطابقين مع بعض بالظبط ولا لا، يبقى لازم ابص لكل المعايير اللي موجوده في الجدول. يعني لو هنا عندي رقم موظف عندي مثلا زي ما بنقول شغال في انهي قسم ومش عارف ايه، لقيت كل البيانات دي شبه بعضها يبقى دول فعلا الاثنين جايين بالغلط هنا، لازم نعمل ديليت لحد فيهم. انما لما يكون رقم الموظف مختلف ما ينفعش اديليته بقى، ده شخص مختلف. طيب الاكسل بيقدر يفهم منك انت عايز انهي معيار. يعني ايه؟ يعني لو انا عامل سيلكت على اسم الموظف بس يبقى كده حضرتك عايز تعمل ايه؟ عايز تقول للاكسل شوف لي اللي انا عامل عليه سيلكشن ده هو في دوبليكيشن ولا لا، فساعتها مش هيبص لرقم الموظف وبالتالي هيقول انت عندك في اتنين اسمهم احمد حامد لازم نشيل منهم واحد. تمام؟ نشوف الكلام ده ازاي، تعالوا مع بعض. هنروح على ريموف دوبليكيت اللي موجوده هنا دي وهندوس عليها. هيطلع لي المنيو اللي موجوده قدامنا على الشاشه. فيها اختيارين، expand selection يعني اوسع لك السلكشن على الجدول كله ولا عايز تكتفي بالجزء اللي انت عامل عليه سلكشن. وده اللي احنا لسه كنا بنتكلم عليه، لا يا عم انا عايزك تبص على السلكشن بس ما تبصش لاي حاجه تاني في الجدول. يبقى مش هينفع معانا الاختيار اللي هو جايبه لنا ده. هنزل على اللي بعديه اللي هو ايه continue with the current selection، لا يا عم كمل بالسلكشن اللي انا مديهولك ده، ما تقترحش حاجه من عندك بعد اذنك. طب خلاص، وهدوس له remove duplicate. طلع لي بيقول لي هنا ايه، انت اخترت اسم الموظف الكولم اللي موجود فيه اسم الموظف بس. تمام كده، وانا هعمل لك عليه ريموف. وهنا مكتوب ماي داتا هاز هيدرز، ففعلا انا السلكشن اللي انا عامله فيه هيدر باسم الموظف. طيب اوكي، هنبتدي نعمل ايه؟ هندوس له اوكي. تمام، قال لي ايه هنا بقى في المسج؟ one duplicate value found and removed 9 unique value remain. يعني ايه الكلام ده؟ انا لقيت يعني اسم واحد بس معمول له دوبليكيشن متكرر وفي عندك 9 اسماء يونيك او مش متكررين، فدول انا عملت فيهم ايه؟ ريمين، يعني خليتهم زي ما هم ما جيتش ناحيتهم، واللي كان دوبليكيتد ده انا عملت له ريموف. طيب تعالوا نرجع نشوف الكلام ده اتطبق فعلا. اوكي، ما بقاش فيه غير احمد حامد واحد بس فوق، وشاله وخلى الاسماء تقل، بدل ما كانت واصله لغايه هنا بقت لغايه هنا. اللي مركز قوي دلوقتي يقول لي لا بس خد بالك من حاجه، انت ضربت لي البيانات بتاعت الشيت. اقول له ليه؟ يقول لي ما اصل انت كده لما عملت الترحيله اللي انت عملتها دي علي الخديوي ده رقمه فما بقاش جنبه، فانت كده غيرت كل حاجه، ده كلهم طلعوا لفوق شيفت اب، فكل واحد خد رقم مش رقمه، لا انت كده بوظت لي الداتا على الاخر. اقول له لا خلاص، يبقى كان لازم حضرتك من الاول تحط له اكتر من معيار، تقول له لو كان في رقم موظف يبقى ده اصلا مش متكرر. فنرجع تاني كنترول زد او نعمل اندو من هنا زي ما كنا متفقين مع بعض. رجع الشيت زي ما هو. طيب الناس اللي زعلت وقالت انت بوظت لي الداتا دي، نعمل ايه بقى؟ هنروح واقفين هنا وهنعمل ريموف دوبليكيت، والمره دي عمل سيلكشن عليه، او خلونا عشان نشوف. انا كده هقف مثلا على ده، عندك تو اوبشن، يا تقف على ده بس وتختار من المنيو اللي بتطلع، او تقف كده بس وتعمل ريموف دوبليكيت، هتلاقيه فتح لك الويندو دي اوتوماتيك على طول. وعمل سيلكشن على التو كولوم، اسم الموظف ورقم الموظف، هو مع نفسه عمل كده. لو رجعنا هنلاقي التظليل موجود على التو كولوم. الاوبشن التاني ايه؟ ان لو انت بادئ بالتظليل زي ما احنا كنا عاملين كده وجيت هنا كده وقمت دايس ريموف دوبليكيت، هلاقي ان في الاوبشن اللي احنا قلنا عليه بتاع اكسباند ذا سيلكشن، لو اخترته وداني لنفس القائمه اللي كانت مفتوحه وعمل
سيلكشن على التو كولمز. كده الراجل ده هياخد في معياره ان لو اسم الموظف متكرر بس رقم الموظف مش متكرر هيعتبر ان مفيش دوبليكيشن. ايه اللي يثبت انا بقول كلام بجد ولا بقول اي كلام؟ هندوس مع بعض. اوكي، الراجل هنا طلع مسج قال ايه؟ no duplicate values found. انا ما لقيتش اي حاجه متكرره. طبعا لو رجعنا هتقول لي ازاي؟ ما انا عندي هنا احمد حامد موجود مرتين. اقول لك لا معلش، هو الراجل بيفهم عشان هو خد في اعتباره السلكشن ده كله، فبيقول لك خد بالك التكرار اللي هنا مش تكرار في الداتا، لان في معيار مختلف موجود قدام كل واحد فيهم. دي الفكره ببساطه بتاعه الريموف دوبليكيت، تقدر تطبقها زي ما تحب على الحاله اللي موجوده معاك اللي انت بتشتغل عليها. ندخل مع بعض دلوقتي على ايه؟ هنروح مع بعض على الموضوع الممتع بتاع ازاي نعمل دروب داون منيو نختار منها، اللي انا كنت لسه بقول لكم من شويه. هتقدر تعمل دروب داون منيو، تعمل حاجه كده فيها سهم لتحت وتخلي الموظف بدل ما يكتب بايده فري فورمات، لا ده انت تكريت كانك عامل سيستم كده وهو يختار من خلاله، اللي هي اسمها داتا فاليديشن. هنعملها ازاي؟ هنروح مع بعض على المثال اللي احنا محضرينه عشان ما نضيعش وقت. في جدول قدامنا زي اللي موجود ده، بيان الطلب من حضرتك ان مثلا حضرتك تيم ليدر في تيم بتاع سيلز او اي حاجه، وطالب من الموظفين يعملوا لك بيان معين. طبعا لو حضرتك طلبت البيان ده من الموظفين، كل واحد هيخش يكتب بيه في الشيت زي ما هو عايز بقى. يعني مثلا انت عايز بيان زي ده، بتقول لهم يا جماعه مجموعه الموظفين دول، لو حضرتك مثلا شغال في الموارد البشريه وقلت لهم انا عايز اعرف مجموعه الموظفين دول شغالين في انهي اداره وايه الدرجات الوظيفيه بتاعتهم وسنهم قد ايه. لو سبت الموضوع والتاسك دي انت اسندتها للتيم بتاعك من غير ما تحدد المعايير بتاعتك، هتلاقي بقى كل واحد دخل بسم الله ما شاء الله، اللي كاتب كلمه قسم الحسابات بالالف واللام، واللي كاتبها كلمه قسم حسابات بس من غير الف ولام، واللي كاتب مش عارف ايه، وهتلاقي الدنيا دربكه جميله جدا. ويجي في درجه الموظف او الدرجه الوظيفيه يقول لك انا مش عارف هو عايز يقصد ايه، يعني شغال سينيور ولا جونيور ولا يعني تنفيذي ولا الراجل ده مدير ولا هو عايز ايه، فيبتدي يحط لك من عنده. فانت عايز تقفل الموضوع وتخرج الاخطاء البشريه بره القصه دي. فقبل ما تسند التاسك للناس دي هتروح عامل ايه؟ هتنزل كده زي ما انا عامل كده. نرجع زوم بقى ايه لورا شويه كده عشان نبقى شايفين كل حاجه مع بعض. على سبيل المثال كفايه كده، ويا ريت تكونوا شايفين، ويفضل طبعا لو نكون بنتفرج من لابتوب او من كمبيوتر افضل من الموبايل بكتير عشان نكون شايفين مع بعض. طيب انا عندي دلوقتي جيت تحت الاداره، انا محتاج اعمل ايه في الاداره؟ عندي مجموعه الادارات اللي هنا دي، اخش عليهم زوم عشان برضو ايه الناس اللي ما بتشوفش من بعيد بالموبايل. انا عايز مثلا اقول له لا ما تفتيش، انا عايز اعرف هم في الحسابات ولا في التسويق ولا المبيعات او الانتاج او الموارد البشريه، هم دول الاختيارات اللي مش هيخرجوا عنهم. فانا عايز الراجل بدل ما يكتب يختار واحده من دول. درجات وظيفيه انا عايزه يقول لي هو تنفيذي ولا اشرافي ولا مدير اداره ولا مدير عام، بس مش عايز اكتر من كده. طب بالنسبه للسن، انا مش عايز اعرف كل واحد عنده كام بالظبط، انا عايزك تقول لي هو فوق ال 30 ولا فوق ال 40 ولا فوق ال 50، بس مش عايز حاجه تاني. طيب نعمل الكلام ده ازاي؟ تعالوا نشوف مع بعض. هنبتدي نيجي على الجدول بتاعنا عادي جدا، ندخل بقى ايه، نيجي مثلا عايز ادخل زوم عشان تبقوا شايفين وفي نفس التوقيت مش هينفع، فسامحوني. هنشتغل على الوضع اللي احنا عليه دلوقتي. هنيجي على اول حاجه الاداره، هعمل سيلكت على الجزء ده كله كده واروح رايح على داتا فاليديشن. اول ما هفتح داتا فاليديشن هيبقى عندي 3 اختيارات. هنختار اول اختيار وهنشتغل عليه اللي هو داتا فاليديشن. هفتح كده هلاقي المنيو دي موجوده قدامي. فكره ان انا اعمل دروب داون منيو محتاجه مني ايه؟ بيقول لي انت عايزني الكرايتيريا بتاعتك اقلاو فيها ايه، انت عايز تستخدم ايه. هفتح كده هلاقي من ضمن الاختيارات حاجه اسمها ليست، ودي الاكثر استخداما في الداتا فاليديشن. هتختار ليست، هيبتدي يفتح لك حاجه جديده موجوده هنا، بيقول لك السورس. سورس ايه يا عم؟ السورس اللي انت عايزني احط منه الداتا في الليست اللي هيتم اختيارها. اروح واقف هنا واعمل كده وارجع اروح فين؟ اختار. انا دلوقتي عامل سيلكت على الاداره، يبقى انا محتاج الادارات. اروح جاي هنا كده دايس طبعا على الليفت كليك وبعمل سيلكشن، او من الكيبورد دايس على الشيفت او الكنترول وبنزل بالاسهم. عملت مهم سيلكشن على دول، ارجع تاني هنا ادوس على العلامه دي، بقيت موجود على المنيو اللي قدامي وعملت له فيل الحاجه اللي هو طالبها. طيب
تاني تاب موجوده هنا بيقول لك ايه؟ انبوت مسج. يعني ايه انبوت مسج؟ بيقول لك شو انبوت مسج وين سيل از سيلكتد. يعني لما حضرتك تيجي تقف هنا كموظف وهتشتغل على الجدول، ممكن يكون الموظف وانت تبعت له الشيت هو مش فاهم انت عامل ايه في الشيت، ما انت هتبقى بعته له خلصان بقى، فانت عايزه اول ما يجي يقف هنا على دي يطلع له مسج تفهمه هو هيشتغل ازاي. فتيجي هنا التايتل بتاع المسج اللي هتطلع دي مثلا برجاء اختيار قيمه من القيم الآتية. هو طبعا كده خلص يعني، بس ماشي ومش عايز ياخد كلام اكتر من كده. فالعنوان ممكن نقول مثلا برجاء الاختيار من القائمة. تمام. وتحت هنا ممكن تكتب اللي انت عايزه بقى. فهتقول له ممنوع الكتابة ويجب الاختيار او يجب اختيار الإدارة من القائمة. تمام. دي الانبوت مسج، يعني اللي هتظهر له اول ما يجي يدخل داتا. الراجل ركب دماغه وعمل حاجه غلط برضه، ما فهمش الكلام اللي انت كاتبه له. محتاج ايه اللي يحصل؟ عايز تعمل له ستوب، يعني عايزه ما يقدرش يعمل اي حاجه غير اللي انت حاكمه بيها، وده طبعا بيفضل. ولا عايز تقول له وورنينج، يعني عايز تطلع له تحذير، خد بالك انا عمال اقول لك كذا 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 وانت بتعمل حاجه غلط. ولا عايز تديله بس مجرد انفورميشن، انا يعني عامل لك اتاحه لان انت ممكن تختار من القائمه وبراحتك، حابب تكتب فري فورمات براحتك، عايز تختار اختار. فعاده يعني اللي بيستخدم الليست بيحب ايه يحكمها، فبيبقى مختار ستوب. هنعمل مره ستوب ومره وورنينج ونشوف الفرق ايه بين القصص دي. هتختار ستوب، فبيقول لك التايتل بتاع المسج اللي هتظهر له لو هو غلط، فانت هتقول له لم يتم الالتزام مثلا. وتحت هنا تقول له ممنوع برضو الكتابة برجاء الاختيار. الكلام ده هيظهر ازاي واللي عاملين نعمله ده الدنيا هتحصل. احنا كده خلصنا خلاص كل التابس وظبطنا الدنيا بتاعتنا. هنرجع كده وندوس اوكي، وهنيجي ندخل زوم ونشوف مع بعض ايه بقى اللي احنا عملناه ده. الراجل ده كان بيعك ولا بيتكلم بجد؟ تعالوا نشوف. انا هاجي هنا، انا موظف اتبعت لي الشيت ده وهبتدي اشتغل. اول ما هاجي اقف بالماوس على الخليه دي ايه اللي حصل؟ ظهر قدامك برجاء الاختيار من القائمة، ممنوع الكتابة ويجب اختيار الإدارة من القائمة. فين يا عم القائمة دي؟ لقيت في سهم طالع لي هنا، قمت دايس على السهم لقيت الإدارات موجودة. ايه ده الحسابات او كذا او كذا. قمت انا عامل فيها بقى من بنها وقلت لا يا عم انا مش هكتب من الكلام ده، وقمت جاي هنا كاتب بايدي. سيبك من اللي الراجل ده بعته يا عم، انا هكتب بايدي كده ايه، بدل قسم الحسابات احنا نسميها حسابات بس، هي كده اشيك. وقمت دايس انتر. هلاقي بقى الرسالة بتاعت التهزيء دي طلعت لي، ومكتوب لي ايه بقى هنا؟ مكتوب لي ممنوع الكتابة برجاء الاختيار، لم يتم الالتزام. ده اللي احنا كنا كاتبينه بايدينا جوه، ده التايتل بتاع الرسالة، وده التكست اللي كنا بنقعد نكتب فيه براحتنا. والاختيارات اللي طالعه له هنا مفيش فيها حاجة اسمها انه يكمل، لا انا عامل له ستوب وعامل له هنا اكس بالاحمر. يا باشا مش هينفع غير اللي انا قايل لك عليه، انسى انك تعمل حاجة تانية. عايز تريتراي محاولة تانية، تخش تختار وتلتزم، ولا تكنسل ومش هتشتغل، ولا عايز ايه بالظبط؟ هيلب ده مش هيعمل لك حاجه، يروح يشرح لك يعني القصه. فهندوس مثلا ريتراي. جي لك هنا، فانت تقدر انك تمسح الكلام ده وتفتح، تلتزم بقى بالمطلوب منك وتختار الاداره زي الناس وتدوس انتر، تلاقيها قبلت معاك والدنيا زي الفل، مفيش اي حاجه خالص. تمام. فانت كده قادر تحكمه والدنيا معاك زي الفل. تقدر تفتح ازاي برضو كاختصار؟ تدوس الت وسهم لتحت. لو انت واقف على اي سيل فيها دروب داون مينيو او ليست زي دي، تقدر تدوس الت وسهم لتحت يفتح معاك على طول من غير الماوس. والكلام ده هنتكلم عليه طبعا في الحلقه اللي هنجمع فيها كل الابريفيشنز او الشورت كاتس اللي خاصه بالاكسل، وهنتكلم عليها مع بعض ان شاء الله في حلقه منفصله زي ما اتفقنا في تقسيمه الموضوعات. طيب، ولكن ده لا يمنع ان لما نلاقي حاجه سريعه كده نقولها لحضراتكم واحنا شغالين. طيب كده احنا خلاص اتعلمنا ازاي نقدر نفل ان الداتا دي، ونقدر طبعا بقى ايه لو انت بقى بتختار بقى يعني بتشتغل بالكيبورد سريع، الت وسهم لتحت وبالسبيس، انت كده بتختار الاداره اللي انت محتاجها، تقدر تسلكت وتخلص الشيت بتاعك في اقل وقت ممكن من غير تعب ولا كتابه ولا اي حاجه. الكلام ده ميزته في ايه تاني برضو؟ ان انت لما تيجي تعمل فلتر بعد كده مش هتلاقي فيه يعني سبيلنج ميستيكس او في تايبنج ميستيكس اللي هو تلاقي حد كاتب بايده
فتيجي تعمل فلتر، فالفلتر ما يقبلش لان في ناس كاتبه بالالف واللام وناس من غير الالف واللام والكلام ده، لا هتلاقي نفسك خلصت من العك ده كله وكل الحاجات مظبوطه قدامك. طيب كده احنا جربنا ازاي نعمل ده هنا، هنجرب بقى تاني مع بعض عشان نحفظ الموضوع ونجرب حته الورنينج مش الستوب ونعرف ايه هي بالظبط. فهنيجي اول حاجه بنعملها بنعمل سيلكشن للمكان اللي عايزين نطبق عليه الداتا فاليديشن. نطلع على الداتا فاليديشن وندوس ونختار داتا فاليديشن، هيطلع لي المنيو دي، هنخش زوم عشان نشوف مع بعض. وهنختار من اول حاجه خالص اني فاليو، لا يا عم انا عايز اختار ليست. الليست هختارها منين؟ هدوس هنا وارجع اختار الاربع مستويات اللي انا محتاجهم وارجع تاني هنا اهو، ادخل كده واقول له تمام كده الله ينور. ندخل على الانبوت مسج نكتب اي حاجه بقى مثلا هنا عشان ما نضيعش وقت، برجاء ادخال قيمه من القائمه، وهنا برجاء مثلا الالتزام ولا اي حاجه يعني. طيب الايرور مسج تعالى بقى هنا مش عايزينها ستوب بقى، احنا عايزين وورنينج. يعني ايه وورنينج؟ يعني تحذير، اقول له خد بالك ان كذا كذا كذا، بس هاجي في الاخر اللي هو ايه، هتنزل المره دي، يعني ما عنديش مشكله لو عايز تمشيها مشيها. فهندوس وورنينج، هيطلع لك حتى العلامه اختلفت، ما بقتش علامه الاكس، بقت العلامه اللي هي التحذيريه دي. وهنا نقول له لم يتم الالتزام، واجي تحت هنا اقول له ايه بقى، في حاله الرغبه في الكتابة وعدم الاختيار مثلا يعني مسموح او اي حاجة. اوكي وهدوس اوكي ونرجع نشوف مع بعض ايه اللي حصل. ادي السلكشن، وادي زي ما احنا متعودين التاب اللي ظهرت، وادي الرسالة برجاء ادخال قيمة من القائمة برجاء الالتزام اللي احنا لسه كاتبينه مع بعض. هفتح السهم، لقيت حاجه من دول اخترتها كده، انا بني ادم محترم ودوست انتر، التزمت بالتعليمات والراجل قبل مني مفيش اي مشكله. جيت في الخليه الثانيه وحبيت استذكى، لا يا عم ده لا تنفيذي ولا اشرافي، ده الراجل ده مثلا لا ده معاون خدمه، وعايز اكتب انا بقى حاجه، داس انتر. الرساله اللي طلعت المره دي ايه بقى؟ قال لك في حاله الرغبه في الكتابه وعدم الادخال زي ما احنا قلنا مسموح. الاختيارات اللي طالعه تحت ايه؟ الاختيارات اللي كانت طالعه في الرساله اللي فاتت كان قايل لك يا اما ريتراي تحول تاني، يا كانسل يا هيلب. هنا شال الريتراي وحط لك مكانها حاجتين، بيقول لك انت عايز تكونتينيو، انت حابب تكمل باللي انت كاتبه ده، لا ولا لو لا هيرجعك تعمل ريتراي كأن هو عامل لك ستوب. طب لو يس، دوسنا كده قبل عادي جدا ونزل على الخليه اللي بعدها والدنيا اكسبتد مفيش اي مشكله. يبقى انت في الورنينج بتسمح له ان هو يكمل او ما يكملش. وطبعا في الانفورميشن هي اضعف واحده فيهم خالص، انت جاست ان انت بتدي له انفو ان في حاجه هنا تقدر تستخدمها وهي الليست. بكده تكونوا حضراتكم بقيتوا اساتذه وتعرفوا تعملوا حاجه بالشكل اللي احنا شايفينه ده. وقلنا مزايا استخدام الكلام ده ان انت في الاخر لو جيت على جدول زي ده وحبيت تعمل فلتر زي ما احنا اتعلمنا مع بعض، هاجي افتح هنا هلاقي اللي ظاهر لي ايه، هم 4 حاجات: انتاج، تسويق، مبيعات، موارد بشريه. لو كنت سامح انت بقى بالفري فورمات كنت هتلاقي عك جميل بقى. الانتاج مره سي مثلا بهمزه تحت ومره لا، مره بالالف واللام ومره مكتوبه كلمه انتاج، فهتلاقي اكتر من اختيار طالع لك هنا، ولا هتعرف تعمل فلتر ولا هتعرف تشتغل على الشيت من اساسه. فدي اسلم طريقه تشتغل بيها، توفر على الموظف بتاعك اللي انت طالب منه البيان، وتبقى بتخلص الحاجه بالشكل اللي موجود في دماغك. لحد كده نكون خلصنا مع بعض كل القوائم اللي فوق دي لغايه الداتا فاليديشن. فاضل لنا شويه حاجات كده هنتكلم عليها مع بعض، وحاجات مش هنتكلم عليها وهقول لكم مش هنتكلم عليها ليه. ولكن يعني ناخد بريك، اقدر انا اشرب حاجه عشان اقدر اكمل مع حضراتكم بقيه السيشن، وحضراتكم برضو تقدروا تبقوا مركزين معايا وانا بشرح الحاجات اللي جايه. رجعنا من البريك فايقين. انا عارف ان الحلقات ساعات بتبقى طويله، ولكن انا بفضل ان الحلقه تبقى يعني شامله لكل الادوات اللي في التاب، عشان بعد كده لما حضراتكم تبتدوا ترجعوا تدوروا على المعلومه تبقوا عارفين ان الحلقه دي خاصه بقائمه داتا، دي خاصه بقائمه فيو. فانا والله الموضوع ده بيبقى متعب بالنسبه لي، ولكن عشان يبقى اسهل على حضراتكم انه انتوا بعد كده بتدوروا على المعلومه تاخدوها بسهوله.
انما انا الموضوع بالنسبه لي اريح بكتير ان انا اعمل كل فانكشن مثلا في فيديو يبقى 10 دقايق او حاجه وانزلها، بس الفيديوهات هتكتر وانتوا مش هتستفادوا. فمعلش نستحمل مع بعض، نعتبره يعني كورس فعلا فيس تو فيس في قاعه، وحضرتك بتروح تحضره لمده ساعتين او 3. فده اسهل، انت قاعد في البيت وبتعرف تاخد بريك زي ما متفقين مع بعض، وحاول تكون مركز او حتى تتفرج على الحلقه في اكتر من وقت، مش لازم تبقى في نفس اليوم لو انت مجهد يعني. طيب هندخل مع بعض دلوقتي على ايه؟ هندخل مع بعض على اداة اسمها كونسوليديت. ايه كونسوليديت دي؟ هنشوف مع بعض دلوقتي مثال بسيط يوضح لنا الامور. طبعا لو انا رجعت كده هتبقى الرؤية يعني مش افضل حاجة، فخلونا ندخل نعمل زوم نشوف ايه اللي مكتوب ده. ده هيبقى مثال بسيط زي ما احنا شايفين كده، ده شهر يناير. في عندنا التيم بتاع السيلز مكون من الاشخاص اللي احنا شايفينها دي، هم 5 اشخاص. كل واحد فيهم واخد مستهدف لشهر يناير، قدر يحقق منه حاجات معينة. المبالغ اللي ما حققهاش هي دي، وعدد العملاء الجداد اللي قدر يستقطبهم هم دول. عملنا التقرير ده في شهر يناير وفي شهر فبراير وفي شهر مارس. خلونا نرجع كده اهو، شهر يناير وفبراير ومارس، 3 شهور عندي موجودين تحت بعض. تمام كده. وجيت وانا في نهايه شهر مارس او في بدايه شهر ابريل قلت لا، انا عايز اعرف بقى السمري بتاع الكورتر الاولاني او الربع الاولاني من السنه ده، انا وصلت لغايه ايه؟ يعني التارجت بتاع ال3 شهور اتحقق منه نسبه كام؟ فانا محتاج اعمل ايه؟ محتاج اعمل حاجه اسمها كونسوليديت للداتا، يعني اجمع الداتا المتشابهه الخاصه بنفس التقرير، واعمل حاجه اسمها بيان مجمع عن فتره معينه. البيان المجمع ده ممكن يبقى وفقا للمثال اللي انا بتكلم فيه، لو ده تيم بتاع سيلز او في المخازن او في اي حاجه. انا برضو دايما هنبه، انا بقول مثال توضيحي كيفيه استغلال ادوات الاكسل بشكل جيد. طيب دلوقتي لما هنيجي نعمل القصه دي نعملها ازاي؟ في حد ممكن يقعد يجمع مانيوال، حد لو بيعرف يعمل ايكويشنز يقعد يقول انا هعمل بقى اداه واقول ايكوال ده بيساوي ده، والكلام اللي احنا لسه هنشرحه بعدين. ولكن دلوقتي احنا هنشتغل بحاجه اسمها كونسوليديت، ودي اداه سهله وجميله جدا. حضرتك هتيجي تروح واقف هنا كده على المكان اللي احنا عايزين نشتغل فيه ونعمل فيه الكونسوليديت، ودايما بنعمل سelection عادة يعني بالهيدر والايه، الحاجات الثابته اللي هو اسامي الموظفين والهيدر بتاعي. وهروح على كونسوليديت وادوس عليها، هيطلع لي المنيو اللي قدامي دي. بيقول لي ايه بقى هنا؟ بيقول لي هو حضرتك حابب تعمل ايه للداتا بالظبط؟ انت عندك الداتا دي متشابهه في اكتر من تيبل، يعني عندك موجوده هنا موجوده هنا موجوده هنا. انت عايز تعمل ايه في الارقام؟ انا عندي رقم هنا اهو قدام حسام، ونفس الرقم في الشهر اللي بعده في رقم، وهنا في رقم. عايز تجمعهم، الاوبشنز اللي موجوده، عايز تجمعهم ولا عايز تعمل كاونت ولا افريج ولا ماكسيمم ولا مينيمم؟ عايز تطلع اكبر قيمه كانت موجوده ولا اقل قيمه؟ دي كلها حاجات هناخدها مع بعض في الفانكشنز، في الايكويشنز يعني الحلقات اللي تبقى خاصه بالحته بتاعت الفانكشنز، فما تشغلوش بالكم بيها. وفقا للمثال بتاعنا اللي احنا مقترحينه، احنا محتاجين نعمل صم، احنا عايزين بيان مجمع، فعايزين نجمع الداتا اللي خاصه بالشهور اللي فاتت. فبيقول لك طب اديني الريفرنس بتاعك معلش اللي انت هتجمع منه. فبروح راجع كده اقول له والله انا اول ريفرنس عندي يا سيدي هو ده، واروح راجع تاني هنا واقول له اعمل لي اد. فهنلاقي ان الريفرنس اللي عملنا له سelection هنا هينزل تحت هنا. هدوس اد كده اهو، نزل عندي تحت. كل اللي هعمله دلوقتي اروح دايس على دي من غير ما اعمل اي حاجه، وهروح ادوس هنا تاني عشان اروح اسلكت الحاجه التانيه اللي انا عايز اجمعها. انا عايز اجمع عليها ده، وارجع تاني اقف هنا واعمل اد. هينزل لي بقى في 2. ادوس هنا وارجع اختار تالت حاجه معايا، واروح دايس هنا واعمل اد. كده انا فهمت الراجل الطيب ده ان انا عايز اجمع ال3 رينج اللي انا حطيتهم لك هنا دول. كده تمام، كده تمام. بيقول لك بقى يوز ليبل ان توب رو ورايت كولوم. احنا فعلا مختارين التوب رو والرايت كولوم موجود فيهم داتا ثابته، مش عايزين حضرتك تلعب فيهم خالص. طيب تمام اوكي. عايز تعمل كرييت لينك تو سورس داتا. الكلام ده ممكن نستخدمه لو انت عامل الداتا دي من اكتر من شيت. يعني احنا دلوقتي شغالين على نفس الشيت للتسهيل، فاحنا شغالين على شيت واحد. يعني ممكن يكون حضرتك عندك ورك بوك بتاع اكسل، فايل مثلا بالكامل بتاع اكسل ده خاص بشهر يناير، الفايل التاني خاص بشهر فبراير، وفايل خاص بشهر مارس.
وانت شغال على شيء جديد خالص بقى وهتعمل عليه كونسوليديشن ده. فانت وانت بتجمع هتروح تجمع من الشيتات، هتيجي هنا مش هتختار من دي، هتروح دايس براوز، هيفتح لك الكمبيوتر بتاعك، تروح تختار الشيت اللي انت مسيفه على الجهاز وتختار منه الرينج بتاعك وترجع تاني علشان تشتغل وتضيف الرينجات بتاعتك. فالاداه اللي موجوده هنا دي ميزتها ايه؟ بتستخدم في ايه؟ انك تعمل ربط للشيت الاصلي. يعني لو انت غيرت داتا في الشيت الاصلي اللي هناك تسمع معاك في الجدول بتاع الكونسوليديشن اللي انت عامله هنا، وده مش موجود معانا في المثال بتاعنا للتسهيل، بس انا ما بحبش افتح المنيو يبقى فيها حاجه ما اقولش عليها لحضراتكم. حبيت تعمل ديليت لاي رينج من دول، عندك اداه الديليت. حابب تعمل اد زي ما احنا كنا شغالين دلوقتي وعاملين نعمل اد. احنا كده خلصنا، نرجع كده باك وندوس اوكي ونشوف ايه اللي هيحصل. الراجل الطيب قام عامل ايه؟ ريحك خالص وقام منزل لك التيبل الجميل اللي انت شايفه ده. تيجي حضرتك تبص كده تقول يا سلام، يعني حسام في الاجمالي من يناير حتى مارس حسام كان عليه مستهدف 15 جاب منهم 12 ونص، يعني الراجل ده فاضل له 2000 ونص ما حققهمش وجاب 22 عميل جديد. طب انا ايه اللي يثبت لي ان الاداه دي شغاله كويس وان احمد عطيه ده ما بيقولش اي هري وبتاع؟ طب تعالوا نرجع نشوف لو جمعناها مانيوال بعينينا كده. حسام هنا عليه مستهدف كام؟ 15. تعالوا نشوف حسام ده كان عليه كام. نيجي الناحيه دي كده، ادي حسام كان عليه 7 ودي 3 يبقوا كام؟ 10 ودي 5 15. لا انا طلعت بتكلم صح اهو. طيب جاب كام عميل جديد؟ ادي 5 و11 يبقوا 16 و6 يبقوا 22. تعالوا نروح نشوف كده هناك كان جايب فعلا 22. جايب 22. لا كده خلاص، يبقى انا كده بتكلم تمام ودنيتي زي الفل ومفيش مشكله والتيبل سليم وعملناه في اقل من دقيقه. عملنا سيلكت والاكسل اشتغل لوحده واحنا ما عملناش اي حاجه. ودي ميزه الاداه اللي احنا خلصناها مع بعض دلوقتي واللي اسمها ايه؟ اسمها كونسوليديت. هنخش دلوقتي زي ما احنا شايفين في اداتين تانيين جنب كونسوليديت اللي هي ريليشن شيب ومانج داتا موديل. الاتنين مش هتكلم عنهم دلوقتي لانهم متعلقين بحاجات ليها علاقه بالبايفت تيبل، فانا مش عايز اشرح يعني حاجات قبل حاجات، فمعلش امشوا بدماغي كده، دول مش هنتكلم عنهم دلوقتي. في عندنا التو تابس دول انا مش هتكلم عنهم لسبب واحد، هياخدوا مننا وقت وما اظنش ان حد هيستخدمهم. هم كل اللي بيعملوه ان انت لو عندك هيستوريكال داتا وحابب، يعني ده بالنسبه للفوركاست شيت. الوات اف اناليسيس ده حاجه تاني برضو، الاثنين يعتبر ادفانسد شويه، فهنأجلهم وناخدهم في الحلقات اللي هتبقى في الادفانسد اكسل. اعتبروهم في ال 10% يعني اللي هم اللي فوق ال 90% اللي مش هنغطيهم دلوقتي في الكورس بتاعنا. بس برضو عشان نبقى من باب العلم بالشيء، وات اف دي بتشتغل مكانك في حاجات يعني كويسه جدا، في فكره ان يعني على سبيل المثال لو انت عندك سيناريوهات مثلا، يعني انت بتبيع حاجه معينه او بتحقق التارجت. خلينا على المثال اللي عندنا تحت ده، انت دلوقتي عايز تشوف في شهر يناير انا حققت المستهدفات بالشكل ده، فحابب تقول طيب انا دلوقتي اجمالي اللي انا حققته مثلا، وانت عامل صم للجزء ده طلع معاك مثلا ان انت حققت 20 من التارجت بتاعك 30، لا انا عايز احقق 25 وبنفس معدلات الاداء بتاعت الناس دي. طب انا محتاج كل واحد يزود قد ايه عشان اوصل ل 25؟ في الوضع الطبيعي حضرتك بتقعد هنا بقى تقعد تكتب ده، طب خلاص بدل ما ده جايب 6 نخليه 6 ونص، ده جايب 2 نخليه 2 ونص، ده مش عارف ايه، المجموع ظبط، لا ده كده 24 ونص، طب نزود هنا حته بقت 25. اللي انت بتقعد تعمله بالشكل ده بيتعمل بالنيابه عنك على طول اوتوماتيكلي من الاكسل، اللي هو بيقعد يعمل بقى اللوغاريتمات دي مع نفسه ويقول لك عشان تطلع 25 بدل ال 20 الاقتراحات بتاعتي 1 2 3. ده بس يعني حاجه كده فانكشن من الحته بتاعت الوان اف اناليسيز الوات اف اناليسيز، وهنتكلم عليها بعدين. الفوركاست شيت اللي هي دي، لو انت عندك هيستوريكال داتا ان انت الترند بتاعك زي ما احنا بنتكلم هنا، انت في يناير جبت اماونت قد كذا، في فبراير جبت اماونت قد كذا، في مارس جبت اماونت قد كذا، حابب تعرف التنبؤ بتاع شهر 4 و5 و6 هيبقى ماشي ازاي، او التنبؤ لغايه اخر السنه. ففي الفوركاست شيت انت بتديله الداتا القديمه وهو بياخدها يحسب بقى متوسطات والكلام ده كله، ويقول لك والله بص وفقا للداتا اللي انت دخلتها لي شكلك كده رايح المرحله اللي جايه ان اعلى قيمه ممكن تجيبها خلال شهر سي مثلا 4 كذا، الافريج اللي ممكن تجيبه كذا، اقل حاجه ممكن تجيبها كذا. فهو بيعمل لك فوركاست او تنبؤ للشيتس بتاعتك. خلونا الكلام ده نتكلم عنه بقى بالتفصيل
في الكورس اللي هيبقى ادفانسد باذن الله. دلوقتي هنخش على الاداه اللي اسمها جروب. ايه بقى موضوع الجروب والان جروب ده؟ تعالوا نشوف مع بعض. فكره الجروب هنعمل لها برضو مثال بسيط كده. زي ما احنا شايفين عندنا نفس التيمز اللي شغاله في المبيعات، ولكن الجدول مختلف شويه. عندنا هنا فريق المبيعات اللي اسمه فريق A وB وC. A وB وC دول شغالين في ايه، ولا الدنيا بتاعتهم ماشيه ازاي؟ نرجع بس زوم شويه نبقى شايفين الجدول بالكامل. A ده مكون من 4 موظفين اللي احنا شايفينهم قدامنا دول، تمام كده، وعليهم مستهدفات كل واحد بالشكل ده، وده اجمالي المستهدف بتاع تيم A، واجمالي المحققات والكلام ده كله بالشكل اللي انتم شايفينه، نسبه التحقيق بتاعت التيم كله ككل عامله ازاي والكلام ده كله. ساعات وانت بتعرض برضو هنبه تاني، ده مجرد مثال وانتوا استخدموه زي ما تحبوا في الشغل بتاعكم، بس افهم المضمون بتاع الموضوع ايه، وانت بعد كده طوعه بقى زي ما انت عايز. دي شطاره كل واحد في التعامل مع الاكسل. مش كل الناس اللي هتتفرج او تاخد كورسات في الاكسل هتبقى بنفس المهاره دي. كل واحد بقى ازاي بياخد المعلومه ويعرف ان هو يشتغل عليها في دماغه ويطلع منها افكار. فانت عندك هنا حبيت تعرض ريبورت زي ده على السينيور مانجر بتاعك او التوب ليفل مانجمنت، وحابب تعرض عليهم. هل الادارات العليا دي بيهتموا قوي بفكره هو حسام جاب كام وده جاب كام والكلام ده؟ انت مش محتاج الكلام ده كله. انت كل اللي محتاجه ايه؟ هو عايز اجمالي الموضوع كله على بعضه عمل كام، تمام؟ او لو انت بترفع لمستوى اقل شويه اداريا، هقول لك طب انا عايز اعرف من الاخر انت عندك 3 تيم، كل تيم جاب كام عشان اعرف مين اكتر تيم شغال والتيم اللي مش شغال مين. طب اعمل ايه؟ طيب اقعد بقى ناخد ده مثلا كده واعمل له كات واروح احطه في شيت تاني عشان اعرف اعمل له برنت او اعرف اعرضه على الراجل او ابعته له؟ لا، في موضوع سهل جدا. انت عايز دلوقتي تعمل ايه؟ تخفي الجزء ده، تدخله تحت مين؟ تدخله تحت التيم بتاع ايه ده، وما يظهرش غير لو انت عايز. فاحنا عملنا سيلكت، اروح على جروب واقول له اعمل جروب. عايز تعمل جروب للكولوم ولا للرو؟ انا دلوقتي عايز اعمل ايه؟ عايز اخفي الروز دي اللي هي الصفوف، مش عايز اخفي الاعمده. فهختار له ايه؟ الصفوف اللي هي الروز، فهقول له اوكي. هتلاقوا في حاجه ظهرت هنا كده، وممكن تلاقوا بقى ايه، في ناس كانت بيظهر لها الكلام ده على شيت اكسل مبعوت لها ولا بتاع، اقول لك هو ايه البتاع الغريب ده اللي انت شايفه هنا ده؟ حاجه كده غريبه كده، وتلاقي فيه علامه ناقص. طيب الكلام ده بيعمل ايه؟ لو انا جيت على علامه الناقص دي ودوست كده، ايه اللي انتوا شايفينه حصل قدام حضراتكم على السكرين؟ اختفى كل التفاصيل بتاعه التيم ايه، ما بقتش موجوده. طب انا عايز اظهرها، والله براحتك خالص، في علامه البلس دوس عليها يظهر لك التيم بتاعك موجود اهو. حابب تعرض تفاصيل واردة، مش حابب لم الداتا بتاعتك ما بقتش موجوده خلاص. طيب في بي نفس القصه، سيلكت كده اهو واروح دايس له جروب بالرو، تمام. سي والله نفس القصه، انا عايز اعمل كده، يا عم بالروز، تمام، والم الكلام ده كده. ادي الريبورت طلع معايا بالاجمالي والدنيا زي الفل، وانا قاعد بعرض على المدير بتاعي. قال لي طب روح بقى اعمل لي تقرير طلع لي بيه التفصيلي بقى، انا عايز اعرف مين الناس اللي شغاله جوه كل تيم ومين افضل واحد. تقوم وانت قاعد على طول تقول له يا عم ولا تشغل بالك اهو، ادي التفصيله بتاعت التيم الفلاني، ولو انت عايز التيم الاخراني ادي التفصيله بتاعته. عايز تيم بي هظهره من هنا عادي براحتي والدنيا تمام وزي الفل، محدش له عندي حاجه. فدي الاداه بتاعت الجروب. وممكن طبعا تعمل الكلام ده من الليفلز، هنا مكتوب ليفل 1 وليفل 2، فلو انت دوست على الليفل 2 يبتدي يظهر لك، دوست على ليفل 1 يبتدي يلم القصه تاني. لو انت مش عايز تشتغل من بلس، بس البلس بتديك امكانيه انك تفتح تيم معين وتيم لا. يعني ادوس هنا مثلا فانا فتحت التيم بتاع بي بس واقدر المه تاني. انما انا لو اتنقلت الليفل 2 هيفتح لي كل الجروب المعمول. فانت تقدر تتحرك من هنا او من الحاجات اللي ظهرت لك هنا، وتقدر تعمل الكلام ده على الروز او الكولمز. يعني انا دلوقتي عايز اخفي نسبه التحقيق، لان وانا بعرض على الراجل انا شايف ان نسبه التحقيق بتاعت 76 و59 و43 دي قليله جدا، وانا مش عايز افضح نفسي. فعايز اعرض الجدول من غير دي، بس من غير برضه ما ادلتها، انا هحتاجها ليا انا بعد كده. اروح جاي وانا واقف هنا كده واقول له انا عايز اعمل جروب لايه؟ للجزء بتاع الحته اللي انا واقف عليها، واختار له ان ده كولم مش رو، وادوس اوكي. ظهر لي البتاع اللي انت شايفه ده من فوق اهو، ادوس كده اختفى والدنيا زي الفل، تمام. حابب اظهره اقدر اني اظهره تاني. كده انت تعرف تعمل جروب لاي جروب انت حابب تعمله. عايز تعمل جروب للمبيعات، جروب لحاجه، اي داتا، اشتغل انت بقى وايه ودماغك. طيب
عملت الكلام ده وما عجبنيش، ولا يا عم رجع لي الدنيا زي ما كانت، انا لا عايز جروب ولا بتاع، عرضت على المدير بتاعي وعايز ارجع اشتغل على الشيت بتاعي زي ما انا عايز، اروح جاي على ان جروب واقول له كلير الاوتلاين او ان جروب للاول. لو عملت كلير هيشيل كل حاجه والدنيا رجعت زي ما كانت. بكده نكون خلصنا مع بعض دلوقتي الجروب والان جروب. فاضل لنا السب توتال. ايه موضوع السب توتال؟ تعالوا نشوف مع بعض. السب توتال في مثال بسيط، انا دلوقتي عندي نفس التيم اللي بيشتغل ده ومستهدفات والمحققات والقصه دي، وجيت كل اسبوع بتابع اداء التيم بتاعي. فجيت في الاسبوع الاول اللي هو هنا مكتوب الاسبوع الاول اهو، كان اداء الناس دي احمد وساره ونادر كان عليهم مستهدفات بالشكل ده، حققوا كذا والكلام ده كله. وجيت في الاسبوع الثاني لقيت ان نفس الثلاث اشخاص دول عملوا نتائج. في الاسبوع الثالث نفس النظام. حابب وانا واقف هنا بقى اعرف كل واحد فيهم عمل كام بالظبط لغايه الاسبوع الثالث. نفس الفكره اللي كنا بنعملها في الكونسوليديت، ولكن هنا احنا مش عايزين نكونسوليديت في جدول مختلف، احنا عايزين نضيف سب توتال للناس دي. فاول حاجه لازم نعملها ان احنا نعمل لهم سورت. فانا هقف هنا واروح اعمل سورت عشان ارتبهم وفقا للاسماء، لان انا عايز اعمل سب توتال وفقا لكل شخص جاب قد ايه. فاختار من هنا عايز اعمل سورت وفقا لاسم الموظف ومن ال A to Z. تمام، وادوس اوكي. جاب لي الثلاث اسابيع بتوع احمد تحت بعض. تمام كده، والثلاث اسابيع بتوع ساره وبتوع نادر. انا كده اللي محتاجه ان انا عايز بعد احمد يبقى في هنا سطر كده، او فوق احمد يبقى في سطر موجود فيه التوتال بتاع الارقام دي. ما انا مش هقعد انا اجمع بقى ماني ولا اقول احمد ده كده اشتغل واقعد اقول 7 و3 و6. طب ليه؟ انا عايز كل واحد وتحتيه السب توتال بتاعه. فاروح جاي واقف كده وادوس على سب توتال، اوتوماتيكلي قام عامل سيلكت على الجدول لوحده من غير اعمل اي حاجه، وقام مطلع لي الويندو الجميله دي. بيقول لي انت عايز تعمل سب توتال بايه بالظبط؟ فهروح جاي اقول له لا والله بص، انا عايزك دلوقتي يبقى الكلام ده وفقا لاسم الموظف، وعايزك تعمل لي جمع، عايزك تعمل لي صم، وتعمل لي صم بقى لايه بقى، اجمع لي يا سيدي الراجل ده كان عليه مستهدف كام وحقق قد ايه، والمبلغ اللي ما اتحققش، وعدد العملاء الجداد. اي حاجه عملها اجمع لي تحتها عشان اعرف التوتال بتاعه كام. ريبليس كرنت سب توتال والسامري بلو داتا، دول خليهم تشيكت كده اوتوماتيكلي عشان هيطلعوا لك الموضوع بشكل منسق اكتر والدنيا تبقى تمام. البيج بريك بتوين جروب، عايز بعد كل اسم يعمل لك خط كده بولد، يعمل لك بيه فاصله ما بين كل واحد والتاني. تعالوا نجربوه مع بعض. هنعمل عليه تشيك وهندوس اوكي، نرجع ورا عشان نشوف ايه الدنيا. ادي اوكي. عمل ايه الراجل ده؟ نفس اللي قلنا عليه. عمل ايه؟ تعالوا نخش زوم. ادي احمد، او اظن احنا لو رجعنا كده برضو الدنيا واضحه. ادي احمد هنا. ايه اللي حصل؟ هو مبدئيا عمل لك الجروب اللي احنا كنا لسه بنقول عليه بره اهو، فبقى عامل لك كمان سب توتال ومدي لك الجروب بره. لو عملت كده بقى مدي لك توتال احمد. ولو لميت كده يعني، لو رجعنا للمستوى الاولاني ده، ادالك الجراند توتال بتاع الثلاث اشخاص اللي عندك. يبقى انت خلال الثلاث اسابيع حققت اجمالي 34.5 من 58,800، والمبلغ المتبقى عليك قد كذا، ودخلت 122 عميل جديد. ده من مين؟ ده من التيم بالكامل، الثلاث اشخاص. طيب ده المستوى الايه الاول اللي واقف عليه هنا. طب المستوى الثاني، احمد نسبه مساهمته قد ايه، وساره نسبه مساهمتها قد ايه، ونادر نفس النظام. في كل حاجه من دول اللي هي اجماليها يعمل الرقم اللي تحت اللي احنا شايفينه ده. حابب اخش في تفاصيل اكتر اللي هو ليفل 3، اعرف الناس دي كان ادائها ازاي خلال الاسابيع. فادوس كده يقول لك والله يا احمد كان اداؤه خلال الاسابيع، الاسبوع الاولاني كان جايب كذا، الاسبوع الثاني جايب كذا. فتحس ان انت عملت تنسيق للجدول والداتا، وعملت سب توتال، وعملت كل حاجه بدوسه زرار واحده. الاكسل مليان حاجات ممتعه والناس بتغلب فيها، وبتحس ان حد قاعد عمال يهري ويشتغل كتير جدا في شيت ويقول لك انا سهران عليه بقى لي 10 ايام. وانت لما تكون بقى مستواك عالي في الاكسل بعد ما تتفرج على الحلقات اللي بنعملها دي، تبقى واقف جنبه كده ومن جواك بتضحك، وفي نفس التوقيت هو صعبان عليك. وده يمكن والله بجد المحرك الرئيسي اللي خلاني اعمل الحلقات دي، ان انا لما بلاقي حد قاعد شغال في الاكسل وقت كبير جدا وانا حاسس الموضوع يخلص 3 دقايق، طب حرام. ايه اللي يخليك تشتغل كل ده في حين ان انت لو عرفت المعلومه الموضوع يبقى اسهل؟
ويعني دي رساله برضو لاي حد بيتفرج يا جماعه، يا ريت لو حد عنده معلومه، يعني زكاه العلم ابلاغه، لو حد عنده معلومه يا ريت يشرح لاي حد يعرفه. خلونا كلنا نفيد بعض بحيث ان مستوى المعرفه عند الناس يرتفع بدل الحاله اللي احنا عليها دلوقتي كبلد عامه، مش بتكلم على الناس اللي انا اعرفهم بس يعني. طيب لحد كده نبقى عملنا ايه؟ لحد كده يبقى الحمد لله خلصنا المنيو اللي بنتكلم عليها النهارده، واللي هي قائمه داتا. وتبقوا حضراتكم مخلصين معايا عشان نعمل سمري سريع. قائمه هوم خلصت بالكامل، ما فوتناش فيها حاجه. قائمه داتا بتاعت النهارده خدنا منها اللي يخصنا هي وريفيو وفيو، وبكده نبقى خلصنا تقريبا بنسبه 99%. في حاجات كده انا مفوتها لاغراض معينه، كل ما يتعلق بازاي تعمل جدول وتكتب وتنسق وكل حاجه خلال الحلقات اللي فاتت. فحضرتك تتفرج على الحلقات اللي فاتت دي لغايه حلقه النهارده، يبقى انت كده بتعرف تشتغل في الجداول في الاكسل بشكل احترافي بنسبه عاليه جدا. لو في حد ظاهر عنده البار اللي فوق ده، عشان برضو ايه يعني اي تساؤلات ممكن تيجي في دماغكم، لو في حد عنده الشكل ده مختلف، ظاهر عنده حاجات مش ظاهره عندي، او هو عمال يقول هو ليه بيفترض ان الكلام ده بس اللي ظاهر عنده، لا ده انا عندي حاجات تانية، او في حاجات ظاهره عندي مش ظاهره عنده، حضرتك لو دوست رايت كليك كده هتلاقي في حاجه اسمها كاستمايز ذا ايه ذا ريبو. لو حضرتك دوست كده هيطلع لك المنيو اللي قدامك دي. ايه المنيو دي؟ فيها ايه؟ دي فيها كل الحاجات اللي على اليمين دي هنا، الاكتيفيتد اللي موجوده. يعني بمنتهى البساطه لو انا دوست هنا على فيو، شلت كده اللي تشيك ودوست اوكي، هتلاقوا قائمه فيو اللي هي اللي هنا دي، عشان نبقى فاهمين بس مع بعض، اللي انا واقف عليها دلوقتي دي هتختفي اهو. اوكي، فين قائمه فيو؟ مفيش، الله يرحمها، خلاص مفيش قائمه فيو. ففكره انت ظاهر عندك ايه ومش ظاهر عندك ايه دي بقى، هي في حاجات في الاكسل باي ديفولت بتبقى موجوده، فعلى حسب الفيرجن اللي انت شغال عليها، وعلى حسب اذا كنت دخلت انت قبل كده لعبت في الشيت ولا لا. ولكن انت لو حابب تظهر حاجه او تخفيها من هنا، فممكن تخش تقلب بقى وتضيف حاجات من الشمال لليمين وتظهرها وتعيش حياتك يعني. ولكن حبيت اوضح بس المعلومه دي في الاخر عشان لو في حد حاجه ظاهره عنده او مش ظاهره. ولكن زي ما احنا قلنا خلصنا الثلاثه تاب دول وخلصنا الهوم بيج.